ليش تألق بوسكيس في بعض المباريات لا يشفع لتشافي على الإطلاق بالإصرار على بوسكيس كلاعب أساسي في منظومة برشلونة؟ طبعا السبب واضح وبسيط، لأنه حاليا وفي الآونة الأخيرة أصبح بوسكيس تألقه مرهونا بأن تكون المنظومة بشكل عام في أعلى فورمة، وأصبح دائما يحتاج إلى لاعب ارتكاز آخر قوي يقوم بمساندته وتغطية هفواته الدفاعية في حال التقدم. هذا الشيء اللي علمه إياه لويس أنريكي. لويس أنريكي هو اللي كان يطبق هي الأفكار مع منتخب إسبانيا، هو اللي كان يعطي هي المهام للاعبين الوسط وبالأخص اللاعب رودري. في حال تقدم بوسكيس للأمام أنت بترجع للخلف مشان ما يترك وراءه مساحات، مشان ما يترك وراءه هفوات يستغل اللاعب الخصم. فكنا نحن نشوف دائما انه سيرجيو بوسكيس مع منتخب اسبانيا يختلف عن بوسكيس برشلونة. طبعا هذا الشيء صح، لكن السبب مو انه بوسكيس هو مختلف، اللاعب في النهاية هو نفسه، لكن الادوار اللي كانوا يقوموا فيها بقية اللاعبين هي اللي كانت تحسسنا انه هذا اللاعب مختلف. لكن ليش هذا الشيء غير مقبول في نادي برشلونة؟ لانه بالاساس في نادي برشلونة من غير المنطقي انك انت تطبق هي الافكار على لاعب اليوم عمره 35 سنة، بالكتير قادر يعطيك سنة او سنتين تانيات. يعني لو اللاعب عمره 23 او 24 سنة وانت عم تعمل هي الافكار ففينا نتقبل هذا الشيء، يعني انت عم تبني على لاعب عمره بيعطيك اقل شيء 10 سنين للامام. لكن مع كرة القدم الحديثة اصبح ايضا هذا الشيء غير مقبول، لانه انت من الاساس لازم يكون في عندك افكار اكثر، يكون في عندك حلول اكثر، ما يكون عندك حل واحد. في حال الفريق الخصم قدر يحتوي هذا اللاعب اللي انت عم تبني افكارك عليه يكون في عندك حلول تانية. انت كمدرب لبرشلونة اليوم تشافي دائما عم بتعاند نفسك، عم بتعاند الجميع لحتى تثبت في كل مباراة بين 5 أو 6 مباريات انك انت الصح، وتقول شوفوا بوسكيس شو عمل امام اتلتيكو مدريد، شوفوا شو عمل امام الريال. لكن في النهاية تألق بوسكيس انا لا اعتبره تألق، لانه هو في النهاية مرهون بتألق لاعب اخر. في حال ديونغ لم يكن في افضل ايامه، انت شو ممكن تعمل؟ بدك تقول ديونغ هو السبب؟ لا، ديونغ ما هو السبب. انت هيك عم تخسر لاعب من المنظومة، عم تخسر احيانا لاعبين من المنظومة مشان بس لاعب واحد اللي انت شايفه هو الصح. تقول للناس انه هذا اللاعب لحد الان قادر يعطيني، هذا اللاعب لا يمكن المساس به، كما انت بتصرح دائما يعني. لكن هذا الشيء في النهاية راح يضرك انت. هذا الكلام لا يطبق فقط على سيرجيو بوسكيس، هذا الكلام يطبق على جوردي ألبا، يطبق على سيرجيو روبرتو. لانه هدول اللاعبين اذا بيتألقوا 5 مباريات او 6 مباريات على التوالي وفي النهايه بيخطئوا في مباراه واحده بس، الجماهير ما راح ترحمك. الجماهير راح تقول لك هدول لاعبين منتهيين من سنين، وانت اللي حاليا قاعد عم تدق المي وهي مي. انت اليوم لو بتعتمد على لاعب صغير مثل بالدي، على لاعب صغير تاني مثل اروخو في مركز الظهير الايمن، حتى لو عمل خطأ، حتى لو عمل هفوة، الناس تتقبل هذا الشيء. ليش؟ لانه هذا لاعب صغير، في النهايه هو في مرحله التطور. الناس بتتقبل هذا الشيء لانه بتقول لك هذا اللاعب انا قادر يعطيني 10 سنين للامام، بس انا ماني مستعد اخسر بطوله او اطلع من الدوري او اخسر مباراه حتى في اسوأ الاحوال مشان لاعب الناس كلها شايفته انه هو لاعب منتهي. فقط انت عم تشوفه انه هو لاعب قادر على العطاء وانت عم تراهن عليه، وفي النهايه هذا الشيء ما راح يضرك غير لك، لانه انت عم بتغامر بمسيرتك التدريبيه. انت عم بتدرب نادي برشلونه، ما عم بتدرب نادي مثل نادي السد او انديه متوسطه حتى في اوروبا مثل ختافي ولا ليفانتي ولا غيره. سيرجيو بوسكيس بينفع يكون لاعب بديل، بينفع يكون لاعب اساسي في بعض المباريات، لكن ليس بشكل دائم. بوسكيس عندما يخطئ لازم يطلع من المباراه حتى لو كان في الشوط الاول، لانه بقائه في المباراه واخراج اللاعبين الاخرين هذا الشيء بيعطيه انه هو في امان. اللاعب لما بيكون بيحس انه هو مركزه بامان ما بيحارب على الكره. اللاعب دائما لازم يحس انه في منافسه على مركزه، حتى لو كان ليونيل ميسي، حتى لو كان نيمار، لو اي لاعب تاني من المتألقين، لازم يحس طالما هو قصر في بعض الواجبات الموكله له من قبل المدرب، في لاعب تاني بياخذ محله وبيقعد على الدكه.